ازيكم عاملين ايه لما تكونوا قاعدين متحيرين وتطلعوا الحاجات اللي عندكم في الفريزر وتعملوا احلى غدا زي ما انتوا شايفين، بسلة بالجزر وفراخ مشوية في الصينية وشوية رز بالشعرية كده، حاجة سخنة تدفينا. يلا بينا نبدأ. في اول حاجة معنا هنا بصلاية، معنا كيس من الطماطم اللي كنا مفرزينه، الحاجات اللي عندنا في الفريزر طلعنا كلها، واللي في التلاجة عملنا بيها وجبة غدا حلوة تسخنا كده وتدفينا وسخنة ولذيذة، والله لذيذة احلى من ما يكون منسقة كده ومرتبة من بالليل. هتقومي تاكلي ايه لما تكوني قاعدة متحيرة كده؟ تطلعي الحاجات اللي عندك في الفريزر وتعملي احلى غدا. هنبشر كده بصلايه، طبعا ممكن تضربوها في الكبه، انا كسلت قلت يلا دي هي بصلايه واحده، رحت بشرها. واحنا بنبشر كده، لو انتوا اول مره تشوفوا القناه حطوا صباعكم حالا بالا على كلمه اشتراك او سبسكرايب، فعلوا زر الجرس ودوسوا على كلمه الكل عشان يجيلكوا اشعار بكل فيديو جديد بنزله. الناس اللي مشتركين ما تنسوش اللايكات والشيرات، ويلا حطوا اللايك حالا بالا. حطينا بشرنا كده البصلايه اللي كانت معانا تمام قوي كده. هنحط بقى ايه التسبيكة بتاعتنا على النار وبعد كده نكمل الشغل بتاعنا. يلا بينا يلا بينا. مش عارفة انا كنت بعمل ايه، بقى يعني كده. يلا بينا على النار اهو، زي ما انتوا شايفين كده بنشوح البصل كده لغاية ما انا قلتلكوا يبدأ كده ياخد ويدي بشكل ودي كده، لغاية ما يبدأ ياخد لون. هتشوفوه دلوقتي، يبقى احنا كده تمام. حطوا اللايك يا ولاد، حطوا اللايك حطوا اللايك. لسه برضه بصوا نديله برضه تقليبه، لسه فاتح شويتين عشان ده بصل ابيض مش احمر، فبياخد وقت فيه ان هو في التحمير، وبياخد وقت ان هو ياخد لون يعني اللي احنا عايزين نوصل له يعني. تمام كده، حطوا اللايكات اهو. نقلب بقى كده، تقليب تقليب تقليب. مش عارفه انا هنا سرحت وسبت الكاميرا مفتوحه ولا ايه يا ولاد، مش عارفه. المهم يعني ان احنا نفضل نقلب اهو زي ما انتوا شايفين كده، برضو عمالين نقلب ونشقلب وندقلب. اخيرا كده سيبنا المعلقه. هنا كنت شفته، مش عايزه احطه ولكن ضفت اهو. بصوا بقى هنا اللون اختلف ازاي بعد ما ضفنا قطعه من السمنه. هننزل بقى كيس الطماطم كده اللي احنا مفرزينينه. بصوا بقى الحاجات في البيت بتنفع ازاي يا ولاد. بصوا بقى التفريز ده، لما تكوني كسلانه تنزلي وتشقلبي كده وتدقلبي عندك في الفريزر وتلاقي اشياء عندك تنفع ان هي تعملي بيها وجبه غدا سخنه ولطيفه ازاي. شفتوا دي فرق فايده ان احنا نفرز حاجات ونحطها عندنا في الفريزر. اهو بقى يا ولاد ضفنا كده الطماطم للبصله. طبعا لو احنا هنعمل الوصفه دي باللحمه هنشوح اللحمه مع بعد ما البصله تبدا تاخد لون، قبل ما نحط الطماطم نشوح اللحمه لغايه ما لونها يبقى لونها يتكرمل كده شويه، وبعد كده هنضيف الطماطم. مش هنحط لحمه، يبقى نعمل زي ما انا عملت، نحط بقى قطعه كده من الصلصه عشان تدي للطماطم الاورنج الفظيعه دي لون. وبس كده، حلو الكلام، تمام قوي قوي كده. حطوا اللايك يا ولاد، حطوا اللايكات يا ولاد يا ولاد يا ولاد يا ولاد، زي ما بنقول في اللايف اهو. نقلب بقى كده ونغطي ونسيبها لغاية ما الطماطم دي تفك وتبقى تمام التمام. نبدأ بقى نكمل هذا الكلام. حط كده رشة بقى من السكر عشان نعادل الحموضة بتاعت الطماطم وما تبقاش طعمها مزز كده. نظبط بقى التظبيطات، ومش هنحط اي بهارات ولا اي حاجه دلوقتي خالص. هنسيب الطماطم تتسبك كده شويه، متسبكه بسيط يعني مش للاخر، فهنسيبها. انا بحب الاكل بتاعي بيبقى مسبك، كل واحد طبعا ودي حريه شخصيه اهو. بصوا هنا هقلبها برضو واشوفها كانت لسه ما فكتش للاخر، اديها برضو تقليبه كده واسيبها لغايه ما تتسبك. اديها بس يعني تقليبه واغطيها واسيبها برضو تاخد وتدي. هنسيبها بقى كده ونروح للفراخ. انا هنا كان عندي فراخ بانيه في الفريزر، طلعتها غسلتها، وانا بحب اقطعها كده الشريحه على 2 طبعا براحتكم. معانا حته بصل كده كانت في الفريزر برضو ميه بصل، وحته كده من الصلصه. هنحط لها بقى نقطه كده من العسل الاسود،
شايفين الجماليات بقى؟ اوعى وشك يا ولاد، اوعى. نحط كده، وهنحط ايه تاني؟ هنحط بقى باقي البهارات. استنوا قفوا معي. نمسح بس كده مكان من العسل نزل ومرمط الدنيا اهو. هنحط بقى شويه كاري. ممكن تحطوا بهارات فراخ عامه، بس انا هحط كاري، ما كانش عندي بهارات فراخ. هحط كاري وكركم. وهنحط ايه تاني؟ حبهان، نحطها كده في خلة سنان عشان ساعات بيطلع كده بيبقى مش لطيف. بصل بودر وتوم بودر وفلفل اسود. ده اهو فلفل اسود، لا ده توم بودر. بصل بودر وتوم بودر، بس مش عارفه انا حطيت انه قبل التاني. هنا كنت ايه، ايوه. راح اجيب بقى عصره من الليمون بس كده. وهنحط ايه تاني؟ يلا يلا اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده. اهو فلفل اسود. ايه تاني؟ مرقه بودر. كل ده بحطه. بتعملوها في فراخ بانيه، تعملوها في فراخ مشويه عاديه، بس الفراخ المشويه العاديه اللي بيبقى فيها عظم بحب ابشر البصل والطماطم، بحطه مبشور مش بحط ميه. هنحط كده شويه من الملح، وينفع برضو تحطوا كده ده او ده تمام، بس الافضل تحطوا تبشروا بصلايه وطماطمايه وتحطوا نفس بقى البهارات والحبشتكنات الاخرى. ممكن تحطوا بدل الصلصه نقطه كده من الزيت، بدل بقى الصلصه تحطوا كاتشب، تحطوا صويا صوص بدل العسل الاسود. يعني بصوا براحتكم خالص. هنكسر كده البصلايه، ما كانتش لسه فكت، بفككها كده من بعضيها. وابدا يا ولاد اتبل بقى الفراخ دي. ايوه كده زي ما انتوا شايفين بهذا الشكل اللطيف الامور. قلب بقى كده. بس البصلايه ما كانتش راضيه تتكسر، فيعني كنت المفروض اطلعها بدري شويه. هفككها وارجع اهو. هنحط بقى الفراخ كده كلها ونديها تقليبه. بصوا كلها كده على بعضيها في في التتبيله دي كده الفراخ، وبعد كده نرصها في الصينيه عادي خالص، مفيش ايتها مشكله. نحطوا اللايك يا ولاد. اهو بصوا بقى، باخد كده قطعه قطعه وارصها كده في الصينيه اهو. ازنقها كده، هي بعد كده بتكش عادي وهتتحط تبقى تمام اهو. بصوا انا بقطعها شرايح كده زي الستريبس. الحتت الكبيره قوي بقطعها كده ايه على 2 بس. شايفين بقى؟ نحطها كده رصه معتبره ونزنقها، وهي بعد كده هتكش وتوسع الطريق وكل الحاجات وكل القتله. حطوا اللايكات يا ولاد. حط 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 اهو. تمام قوي كده. تمام تمام التمام. ولوز اللوز. حلو قوي كده. حلو قوي كده يا ولاد. ماشي بس كده تمام. هنا كانت التسبيكه بتاعتي اهي زي ما انتوا شايفين اتسبكت. هضيف لها شويه من الميه. ممكن لو عندكم شوربه تحطوا شوربه براحتكم خالص. هنا كنت نقلت التسبيكه في حله تانية عشان انا محتاجه الحجم بتاع الحله اللي كنت عامله فيها التسبيكه هعمل فيها الرز. يعني انا محتاجه الحجم ده احط فيه رز. معانا بقى مكعبين كده من مرقه الخضار، ما احنا مش حاطين لحمه بقى في الطبيخ يا ولاد، فاحنا بنتصرف ونعمل اكله وتطلع لذيذه، ولا يوقفنا اي شيء ولا يهمنا. اهو حطينا كده مكعبين مرقه خضروات. مش عايز يحب، اللي مش حابب يحطهم براحته. حبة فلفل اسود، ممكن تحطوا لها فصين توم كده متقطعين عادي او تدقوهم براحتكم، بس انا مش بحب احط توم في البسلة. ملح. تمام. وانا رحت فين؟
نقلب بقى ونسيبها بقى تغلي كده غلوتين وتكتك، ونشوف هنعمل ايه بعد كده. هنا هحط بقى ايه؟ الدجاج. الدجاج اين هو؟ اين هو؟ واحنا روحنا فين يا اولاد؟ يا اللي هنا رحت فين يا بنتي؟ يا بنتي اين انت؟ كل ده بعمل ايه؟ وانا كنت ناسيه الكاميرا هنا ولا ايه يا ولاد؟ ولا كنت بدور على الغطا اهي؟ كنت بدور على الغطا بتاع اللي هغطي بيه الفراخ ده اهو. بصوا بقى، حطيتها هنا، هحط لها برضو شقشاق كده من الميه بس كده. هنغطيها بقى ونسيبها تغلي على العالي، وبعدين نهدي النار عليها، نديها هزه كده بس نرجها عشان الميه توصل لكل الدجاج ونغطي. وهنا كانت التسبيكه اهي شغاله بتتسبك، ونسيبها كده ونظبط التظبيطات اهي. غالت بقى بسلتك بقى وجزرك بقى. بصوا الفراخ هنا كانت بتغلي ازاي بسلتك بقى والجزر بتاعك. وعملت بطاطسايه معاهم، قطعت بطاطسايه شايفين اهو. الكاس دي كنا عاملينها في اللايف يا ولاد، الناس اللي كانت معانا في اللايف عارفين. هحطهم بقى كده. انا كنت عاملاهم اكياس صغيره على اساس هعمل بيهم الرز. طب انا ما عملتش بيهم الرز ومحتاجه ان انا اطبخ يا ولاد، الحبه الفسافيس دول ما يكفوناش. اروح عامله ايه؟ كيستين الكميه كلها، لان انا كنت عامله كيلو بس فمش كتير يعني. نحط على حسب ما يكفينا، ممكن ناكلها يومين لو عايزين نزود، فنحط على حسب ما يكفي عدد افراد الاسره. بصوا بقى الالوان بقى بتاعت البسله تحفه تحفه يا ولاد، والله والله والله. خلاص بقى نقلنا كده الدنيا وظبطنا هنا وهنا. هنعمل بقى شويه الرز. بصوا البسله بتغلي اهي والفراخ شغاله بتغلي. هنعمل شويه رز بقى بالشعريه لطف امارات سنيورات اهو. حطينا كده حته من السمنه بس حته بقى معتبره، لان انا كل ما بحب. هنا كانت البسله غلت غلوتين، ضفت لها البطاطسايه اللي انتوا شفتوها مكعبات دي. انا بحب احط للرز كميه دهون معتبره، لان لما الرز بيبقى كميه الادام او الدهون بتاعته قليله مش بيطلع مظبوط. خلي بالكم، بيطلع معجن اولا ومش مفلفل وطعمه مش لذيذ. فيعني حطوا الدهون مظبوطه للرز بالذات. خدوا نصيحه من اختكم لوجه الله. هنقلب بقى كده زي ما انتوا شايفين الشعريه في السمنه. انا بحب اعمل الرز بالسمنه، ما بحبش اعمله بالزيت. ولغايه ما تبدا تاخد اللون اللي احنا محتاجينه هنكمل باقي الرز. نشوف هنعمل ايه يا ولاد اهي. ايوه انا عايزاها تغلي كده وتكتك بقى. وايه البسله دي على فكره انا ولا سلقتها ولا حاجه، انا حطاها في الفريزر نيه هي والجزر واستوت، وكانت زبده ولوز اللوز يا ولاد. حطوا اللايك وما تسرحوش، واقعدوا في الفيديو للاخر وتصرفوا لما تكونوا مزنوقين ومتحيرين وتدوروا وتدعبسوا عندكم في الفريزر، ودايما مستورين يا رب، وتلاقوا حاجه تطبخوها تاكلوها انتوا وعيالكم وتتدفوا وتشبعوا كل القتله. ده ملكوش دعوه بالقتله دول، ده كده يعني، ده افيه. حطوا اللايكات واعملوا الشيرات يا ولاد يا ولاد يا ولاد. ده الاغنيه دي بتاعت اللايف يا ولاد، الناس اللي بتخش معانا اللايف عارفه الاغنيه بتاعته. المهم ايه؟ ان احنا قلبنا كده الشعريه لغايه ما بقى وصل لونها للون الذهبي الجولد الفظيع ده. هننزل بقى بالرز كده على الشعريه. كنا غسلنا خلاص الرز ونضيفه ونقلب هذا الكلام، ونحط اللايك واحنا بنضيف الرز للشعريه. تمام كده يا ولاد؟ حطوا اللايكات. انتوا شايفين كده نزلنا بالرز على الشعريه. كنت هنا بصفي شويه الميه اللي كانوا في البوله عشان اضيف يعني الحبه بتوع الرز اللي فايضين يا ولاد ويا ولاد ويا بنات. وحطوا اللايكات، حطوا اللايكات وشيروا لاصحابكم، وما تطلعوش من الفيديو وما تعملوش تخطي للاعلانات، سامعين؟
قولوا سامعين. هنقلب بقى كده الرز مع الشعرية تقليبة، ونبدأ نضيف له المية. انا زي ما بقول كالعادة مش بحط مية من الكتل ولا مية مغلية ولا اي شيء، بحط مية من الحنفية عادي، والرز بيطلع زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو مفلفل ولذيذ، والله لذيذ. انا بحط كمية المية قد كمية الرز، وفي الاخر بزود نص كوباية. اللي مش عايز يزود براحته، بس بيطلع الرز متظبط. ولا هنا كنت حطيت خلاص كميه الميه، وبضيف الملح. الملح انا بحطه ده كده مش كتير عشان المعلقه زي ما انتم شايفين مفسفسه. اللي مش حابب يزود ميه وبيحب الرز بتاعه ناشف شويه براحته، انا بحب الرز بتاعي مظبوط. ماشي. حطوا بقى اللايك، حطوا بقى اللايك، ما تكسلوش يا ولاد، يا طعمين يا لذاذ. قلب بقى كده ونغطي على الرز ونسيبه لغاية ما يغلي ويتكتك ويبدأ يتشرب المية على نار عالية. وبعد ما يتشرب المية بنهدي النار خالص ونحط شياطة، ويبقى كده تمام ولوز اللوز. اهو هغطي عليه بقى عشان يغلي. بصوا الفراخ كانت اهي خلاص بتغلي برضو. بصوا هنا الرز اهو بدأ يغلي، اديله تقليبه، ما نسيبوش من غير ما نقلبه خالص، لازم نقلبه حتى لو على نار عاليه نقلبه، لان ساعات بنسيبه لو سبتوه متشرب الميه من غير ما يتقلب خالص بيبقى فيه ني ومستوي. فدي نصيحه برضو للناس اللي مش بتعرف تظبط الرز. نقلب بقى كده هنا البسله. بصوا الجماليات، هشوف كده بس واحده لسه شويه اهو، كانت لسه شويه، فانا هسيبها برضو زي ما هي كده. هنا كنت خليت النار متوسطه، والفراخ هنا كانت خلاص على التشاطيب، هنا تقريبا كنت خلاص طفيت عليها. هنشوف الرز بقى، حطيت له هنا كنت وطيت عليه وحطيت له الشياطه. هديله بقى التقليبه واسيبه بقى ياخد ويدي بشكل ودي. حطوا اللايك، حطوا اللايك، حطوا اللايك، حطوا اللايك، كسلوش يا ولاد، كسلوش يا ولاد. احنا كده خلاص في التشطيبات يا ولاد اهو. بصوا خلاص كده كان تمام التمام. احنا كده خلصنا وصفتنا البسيطة. جربوها، قولوا لي رأيكم في الكومنتات، ما تنسوش اللايكات والشيرات، واقول لكم سلام.